الظاهرين بالناصريه ما طالبين يتعاملون معامله خاصه مثل سيد جبار الموسوي، كل اللي طلبوه هو انه يتم منحهم الفرصه لتسليم انفسهم في مراكز الشرطه المحليه ومعاملتهم بالسياق القانوني الاعتيادي بدل الاعتقال والزج بسجون مكافحه الارهاب وترحيلهم الى سجون بغداد وضربهم وتعذيبهم. واللي ما يعرف شلون تعامل قائد الشرطه والمحافظ مع ابناء الناصريه تفضل. مشاهد الترويع وانه انت ماخذ قوه عسكريه ضخمه وداخل على بيوتهم بنصاص الليالي وتاخذه من مرتله وتاخذه من قدام ابوه وامه ناس كبار بالسن وكذا. اتكلم معك انا ايضا صحفي وناشط في حراك تشرين. تم مداهمه منزلي وانا من ذوي الاحتياجات الخاصه وعائلتي اغلبهم من ذوي الاحتياجات من قبل اشخاص غير معروفه الجهه التي ينتمون اليها ملثمين. كانت هناك ايضا سيطرات مشتركه، تفتيش على اجهزه الموبايل، يعني اي شخص يكون في موبايله تصوير للتظاهرات يتم اعتقاله فورا. حتى هناك اوامر القاء قبض على بعض مراسلي القنوات الفضائيه التي شاركت وقامت بتغطيه تظاهرات تشرين في عام 2019 و2020. تدري انت جزء من الشهداء في تشرين الان عليهم قضايا لحد الان ما منتهيه. طيب يعني اذكر لك مثلا كرار هودي محامي شاب من اهالي ذي قار كتب بوست على الفيسبوك بالنص نطالب بالكف عن حمله الاعتقالات التعسفيه، هذا بالنص يعني تم اعتقاله لانه كتب بوست. تخيل محامي شاب رجل قانون كتب منشور طلب من قائد الشرطه ما ذي قار انه ما يعتقل ويشيل الناس على مود منشور، وهذا شيء قانوني، فقائد الشرطه ايش سوى؟ اعتقله. هذا الاستفزاز المستمر للناس مو صحيح ولا راح ينطي نتائج صحيحه، واحنا ما نريد نخسر شباب بعد بسبب رعونه بالتصريحات واستعراض قوه من قيادات مهزوزه من باب اشهدوا لي عند الامير. وعلى طار الامير، القائد العام للقوات المسلحه وين عن الناصريه؟ خليكم ويانا.